انا وريتكم بعد ده السعوديه ما عندنا لكم اي حاجه، ولا سالك من غسان ولا غسان باب تتفاوضوا به معاي، ولا يجي داخل لي به زول. توقفوا الحرب عشان تعمل تحول ديمقراطي مدني بتمنع الناس في دولتكم دي يتكلموا ويعبروا عن رايهم في دولتهم، مش في محمد بن سلمان. يا محمد بن سلمان دار تطبق ديمقراطيه كيف عندنا، وبتمنع المواطن السوداني في السعوديه انه يعبر عن رايه وبتسجنه. انت دار تجيب لي تحول ديمقراطي كيف في السودان؟ خلينا تطبقه في بلدك ولا تطبقه في شعبك. انا ما سألك من شعبك ولا فاضي لك ذاته، انا بسألك حسي انت الديمقراطيه والتحول الديمقراطي الجاي تطبقه ليه في السودان ده بتمنع عليه مواطن بتسجنه عشان واقف مع قواته المسلحه، لانه حضرتكم بتصادروا حقوق الناس، لانه حضرتك بتتلقى بلاغات في الموقع بتاع غسان ده مفتوح فيه 119 بلاغ. في خيارين قدام السعوديه، تجيبوا ال 119 نفر اللي فتحوا البلاغات في غسان يختص منهم بالشريعه انه زي ما هم فتحوا فيه بلاغات يمشي هو يفتح فيهم بلاغات ياكدوا المعلومات دي جابوها من وين. اذا بلاغات كيديه تربسوا ويتسجنوا ويتعوض غسان ويتعوض الشكري. اما قصه انه اشتباه تمسك الزول تشوه سمعته في العالم كله والسعوديه بعدك تفكك تديك خياريات تسكت. الليله قاموا يا اخواننا قالوا لهم اذا فكيناكم حتكتبوا تعهد ما تتكلموا في الميديا. يا زول من اول دقيقه غسان ده لو ما طلع لايف مع السعوديه ذاتها ما تقعد يقعد يتكلم. ليه ما يتكلم؟ انت تحجي رايه ليه تكتب الزول تعهد؟ انت جاي تجيب ليه حريات في السودان، ما جاي تجيب ديمقراطيه في السودان، ما تخلي الزول يعبر عن رايه. يتكلم في الشان السعودي ويتكلم في الشان السوداني، تمضيه تعهد كيف يعني؟ هو مرتكب الجريمه، انت اشتبهت فيه، صادرت حقوقه، اتهمته زورا، سجنته، وبعد ذلك تطلع تقول له تمضيه تعهد. التعهد حيتحول لقضيه جنائيه. هسه في 4-5 انفار من اللي انتم سجنتون ممضينهم تعهد انه الكلام ما يصل الميديا. الكلام وصل الميديا عن طريق سكرينه، السكرينه طلعتها بيت قاعده في الرياض. انا رفعت لكم الموضوع ده السعوديين، قلت له يا اخي الموضوع ده والله يا اخي بياخذ اجراءات ومراقبه لانها برضه كلام سياسه. قلت لكم انا ما سالتكم من سياسه ولا بلاغ سياسي، انا داير اعرف السكرينه دي وصلت البيت دي كيف من المخابرات السعوديه وطلعتها في الميديا. الموضوع ده يقال فيه الطاقم الامني حقكم كله، ما لانه انت جاي مضيت واحدين قلت لهم لو الموضوع ده وصل الميديا يعني وصل صرفه احنا حنحاسبكم جنائيا، هددتون وحس فيهم 7 أو 6 انفار قاعدين اقامه جبريه في بيوتهم. والكلام ده طبعا حيتغير والاوضاع حتتغير بالمناسبه. انتوا البنيه دي قالين الموضوع ده بيمشي ساي، لا ما حيمشي ساي، ما حيمشي ساي اصلا. غسان ده يطلع ال 119 بلاغه اللي اتفتحوا فيه ديل تجيبوا الناس اللي فتحوا فيه البلاغات، يمشي المحكمه يختص منهم بالشريعه بالقانون. انا داير اخذ رد شرف من الناس اللي فتحوا فيني بلاغات دي، هل هي دي بلاغات حقيقيه ولا بلاغات كيديه؟ عندكم 6 منهم او 7 عارفين انهم انتوا قحاته جو مخصوص للموضوع ده، انتوا عارفين الكلام ده. موضوع الاسماء ده طبعا مرحله ثانيه، انا داير اشوف السعوديين حيعملوا شنو. غسان اديتوه المساحه انه يفتح بلاغ في الناس ديل مرحبا عديله وزين، ما اديتوه انا حافتح فيكم انتوا الامن السعودي ذاتكم بلاغ، انتوا ذاتكم بلاغ بتمسكوا الناس بالاشتباه وتشوهوا سمعتهم. الحاجه دي جبتوها من وين؟ حتعترفوا ما في حاجه اسمها منظمه هيومن رايتس ووتش، في منظمات الامم المتحده، انتوا ديل ما دخلوا لكم قبل كده، انتوا قايلين روحكم مؤمنين من الحاجه دي، تمسكوا الشعوب المستعبده الضعيفه تخلعون بالجمس الاسود والترحيل وشيلوا الزول حاجاته، لا الكلام ده تعملوا لي زول ثاني ما تعملوا لي انا. قدام الامن السعودي خيارين، انه يدي غسان الفرصه والشكر الفرصه يفتح بلاغات في الناس اللي فتحوا فيه بلاغ كيدي، او يتفتح البلاغ في الامن السعودي بالرجاله حتجيبوا الناس اللي فتحوا البلاغات دي. العربي ده واضح يا برهان ولا ما واضح؟ موضوع تنازلات وعلاقات وديه واخويه ده موضوع بيخصكم انتوا، انا ما عندي معه شغله. بيني وبين السعوديه دي الحرم والمسجد النبوي، ما بعرف حاجه اسمها سعود ولا ال سعود، ما عندي معك شغله يا زول. تجاوزت في حق زول انا بتجاوز في حقك. ما في زول يتكلم معاهم، ما في زول يسالهم، الدار يسوي يا رجال. قول لك الليله صرفك اكتموا مع ميتين كون ذاته.